السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وهتستفادوا منه كتير قوي، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو وتعليقات كتير شجعونا انزل لكم كل جديد. اول حاجه كده زي ما قلت لكم امبارح ان هيبقى في نزول النهارده في سعر الكتكوت الابيض. تم بالفعل النهارده المعامل التفريغ او الاهالي نزلوا في سعر الكتكوت جنيه، وكمان النهارده بعض الشركات نزلت 75 قرش وبعض الشركات نزلت جنيه، فده مؤشر كويس ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن، مش هيبقى فيه ارتفاع. ده طبعا بعيد عن اتنين النهارده من الشركات رفعوا الكتكوت بتاعهم 50 قرش. في اتنين من الشركات رفعوا الكتكوت النهارده 50 قرش، لكن حوالي 4 أو 5 شركات نزلوا الكتكوت من 75 قرش لجنيه. كمان الأهالي النهارده تم نزول جنيه وجنيه وربع لكتكوت الأهالي النهارده، فإن شاء الله بإذن الله اللي جاي هيكون أفضل بكتير. كمان عايزة أقول لكم إن كتكوت الرز نزل النهارده جنيه، والكتكوت الساسو النهارده كمان نزل جنيه. اما عن البط البيور النهارده نزل حوالي 2 جنيه، وكمان البط المولر نزل جنيه، والمسكوفي الار 41 نزل جنيه. تعالوا كده نشوف الاسعار مع بعض كده ونبدا ونسمي الله ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده اللي بادئ من 16 جنيه لحد 17 جنيه. ده سعر كتكوت الاهالي. عايزه اقول لكم ان كان امبارح في بعض الاماكن وصل 19 جنيه الكتكوت الاهالي، النهارده 16، واعلى حاجه كان عامل 17 جنيه اللي هو الكتكوت الممتاز يعني. اما كتكوت الشركات النهارده واللي بادئ من 16 ونص و17 جنيه، كويس كويس مش وحش، لحد 18 جنيه احسن او يعتبر كتكوت ممتاز جدا. ابو 18 جنيه ده كتكوت حلو جدا مش وحش، ومش حد يقول لا ده بيتباع بره ب 22 وب 20 فب 18 ده يبقى وحش. لا بالعكس، شغالين منه زي الفل. ابو 18 ده امبارح حرفيا كان بيتباع ب 20 جنيه، واول امبارح كان ب 22 جنيه. فان شاء الله يبقى في انخفاض الفتره اللي جايه، بس اهدوا كده واصبروا وخلوا بالكم طول شويه. النزول بينزل بالراحه لكن الصعود بيبقى زي الصاروخ طاير، فالنزول ان شاء الله يبقى واحده واحده، وان شاء الله يبقى في نزول الفتره اللي جايه. طيب كتكوت البلد الحر النهارده واللي عامل 7 جنيه نزل، كان 7 ونص نزل نص جنيه. البلد المشعر النهارده 8 ونص وكان 9 جنيه امبارح ونزل 8 ونص النهارده. الرز فرز البرابر النهارده 10 جنيه، كويس جدا، كان وصل 11 ونص و12. كمان الكتكوت الرزي على وشه يعني ديوك في برابر عامل 11 جنيه و11 ونص، فرز الديوك كامل يعني عامل 14 جنيه، وبرده كان وصل 15 و16 النهارده عامل 14 جنيه. سعر الساسو الشفر النهارده 14 جنيه، وساسو جيل تاني النهارده 12 ونص. جميزه النهارده 15 جنيه، والكتكوت الهجين العالي النهارده 14 جنيه، وبلدي هجين عاده النهارده 8 جنيه ونص، وفيومي بلدي النهارده 8 ونص. اما كتكوت الرومي النهارده عامل 32 جنيه بلدي وبرونزي. اما عن اسعار البط، المسكوف الار 41 النهارده عامل 33 جنيه، فعامل 33 جنيه، والمسكوفي المخلط النهارده عامل 28 جنيه، ومولر محل النهارده عامل 29 جنيه، وفرنساوي بيور النهارده عامل 21 ونص، كان وصل 23 و24 وكان وصل 25 كمان، عامل 21 ونص النهارده. وكمان البط الشرفان النهارده عامل 18 جنيه، والبكين العاده النهارده عامل 15 جنيه ونص. اما عن اسعار الابيض فبرضو ما زال نزول في اسعار كيلو الفراخ البيضاء النهارده. التنفيذ 56 و55 من ارض المزرعه، بتباع النهارده في المحلات ب60 جنيه الكيلو. اما بالنسبه للساسو النهارده ونزل ل100 جنيه الكيلو تنفيذ، وبتباع في المحلات النهارده ب105. اما الرز والفيوم النهارده 104 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب110 جنيه الكيلو. اما البلد الحر والبلد المشعر النهارده نزل ل110 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب115 جنيه الكيلو. اما عن اسعار الرومي النهارده فالكيلو عامل 120 جنيه الاسود من ارض المزرعه، بيتباع للمستهلك ب 125 جنيه. الرومي الابيض النهارده 105 جنيه تنفيذ، وبيتباع للمستهلك ب 110 جنيه. كمان اسعار البط، في البط البلدي النهارده تنفيذ 105 جنيه من ارض المزرعه، بيتباع للمستهلك ب 110 و115. كمان اسعار البط المسكوف النهارده 100 جنيه تنفيذ، وبيتباع للمستهلك ب 110. اما البط الفرنساوي البط الفرنساوي او البكيني النهارده 65 جنيه تنفيذ، وبيتباع للمستهلك ب 70 جنيه. وكمان البط المولر النهارده 85 جنيه ثابت بقاله فتره، وبيتباع في المحلات ب 90 جنيه الكيلو. اما الارنب النهارده واللي عامل 75 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 80 جنيه.
كمان اسعار البيض النهارده. طبق البيض البلدي 120 جنيه من ارض المزرعه بتباع للمستهلك ب 130 جنيه. طبق البيض الاحمر النهارده 112 جنيه من ارض المزرعه بتباع للمستهلك ب 120 جنيه. اما طبق البيض البلدي الابيض النهارده عامل 110 جنيه من ارض المزرعه بتباع للمستهلك ب 115 جنيه و120 في بعض الاماكن. اما عن اسعار السمان، كتكوت السمان النهارده رفع نص جنيه، والسمان الابيض والاسود النهارده عامل 3 جنيه من ارض المزرعه او من ارض المعمل، وبتباع بنفس السعر حتى لو توزيع. اما بالنسبه لاسعار الحمام، جوز الحمام البلدي النهارده واللي رفع 10 جنيه تنفيذ من ارض المزرعه، وبتباع في المحلات ب 120 و130 على حسب حجمه. اما بالنسبه بقى لاسعار الاعلاف، فان شاء الله باذن الله اسعار العلف ثابت امبارح والنهارده، لكن باذن الله على يوم السبت هيكون في تغيير في اسعار الاعلاف ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اضغطوا لايك